برحب بك أولا. ثانيا عايز بس أبدأ من حاجة بسيطة جدا من عند اللقطة اللي أنت جبت فيها كابتن حسام حسن وهو في فوق الأعناق. هل أنت كنت حاسس إن نزول الجماهير كان نزول احتفالي فركزت على الاحتفال ثم رجعت تاني لقطة اعتداء على لاعبي الأهلي، ولا كنت شايف الصورة إزاي من عربية الإذاعة الخارجية؟ لا، هو أنا كنت شايف الصورة إزاي من بداية المباراة من قبل ما أجي بورسعيد، إن كان الجو مشحون تماما، بدليل وأنا كنت في الطريق بكلم المهندس بتاع الوحدة بقول له إيه الأجواء اللي عندك، إيه الظروف في المباراة اللي عندك، وبطلب منه وضع كاميرات في أماكن معينة. قال لي لا، إحنا موجودين قبل المباراة بيوم والجو مشحون تماما وممكن يحدث أي حاجة فيها. فأنا كنت حاطط طالب إن أنا أحط كاميرا أعلى المدرجات ورا خلف المرمى من ناحية الشمال، شمال مأسورة. فقال لي هيبقى صعب جدا، إلا لو كان هيبقى فيه تأمين من جهة الأمن، لأن أنا أعتقد إن مفيش الناحية التأمينية دي مش موجودة. فقلت له على العموم خلاص خلي الوضع زي ما هو عليه، خلي الكاميرات موجودة تحت على الأرض خلف المرمى لحد ما أجي وأنا أشوف الوضع ده. فطبعا أول ما وصلنا هناك لقينا الوضع زي ما هو قال فعلا تأمينيا كانت المسألة غير محكمة تماما. فأنا كان عندي حس من خلال اللي هو الشواهد اللي موجودة إن المسألة يعني في شحن جماهيري زيادة عن اللزوم، وإن المسألة معبأة جماهيريا بطريقة يعني لأنك واخد على كده. يعني أنت بتشوف المباريات كتير قوي فيها، بس دي زيادة شوية. دي زيادة شوية، وخاصة أنا كنت قبليها بأسبوع أو 10 أيام كنت بعمل ماتش المصري وإنبي. كان الناحية الأمنية كانت أكتر من كده تماما. فأنا طبعا أنت لما مخرج المباراة يعني بيبقى كل مباراة ليها أهميتها وبيبقى ليها استعداداتها من ناحية الكاميرات ومن ناحية استعدادنا احنا كمخرجين. فأنا لما فوجئت إن هم بيقولوا لي إن أنت هتطلع بالوحدة 16 اللي أنا طلعت عملت بيها المباراة، فأنا كانت الوحدة نفسها تعداد الكاميرات بتاعتها حوالي 6 كاميرات وفيها جهاز إعادة واحد. فأنا طبعا اعترضت على هذا الموضوع من الناحية الهندسية، فقلت أنا محتاج مباراة زي دي محتاجة كم عدد من الكاميرات على أساس إن أنا أفرد كاميرات التنمية عن الملعب وأقدر أجيب أكتر من زاوية، وفي الوقت نفسه محتاج زي ما احنا بنطلع محتاج جهازين إعادة عشان أقدر أسجل حتى اللقطات وفي الوقت المناسب أقدر إن أنا أزحها يعني حتى لو ما زعتهاش تبقى موجودة عندي، موجودة يعني محتفظ بيها التلفزيون أو محتفظين بيها لأي حاجة يعني. فطبعا ما أمكنش من الهندسة قالت إن إحنا ما عندناش والوحدات كلها مشغولة والحاجات دي كلها. فطبعا اضطريت إن أنا أطلع بالوحدة دهيت. حضرتك بقى بتسألني على اللقطة اللي هي بتاعت حسام حسن. يعني أنا شفت إن أنت جبت حسام وبعدين رجعت على لاعب الأهلي عند المرمى. يعني أنا طبعا هو المفروض يعني فايز ومن الطبيعي ان الجمهور بتاعه فرحان وبيشايلين المدرب بتاعهم او بيحتفلوا بيه او حاجه زي كده. فانا يعني الكاميرا بتاعتي راحت ليها، الكاميرا اللي هي في الارض، وبعدين فوجئت في الكاميرا الرئيسيه جايبالي سيل من الجماهير نازل من ناحيه المقصوره، نازلين من المدرجات بكم مهول جدا ونازلين ناحيه جمهور الاهلي. فطبعا اداني حدث زي ده لازم انا اجيبه، لان هم نازلين مش نازلين كده هوت يعني يحتفلوا. وخاصه انا حسيت من بدايه المباراه كان في مناوشات وكان في شماريخ وكان في نزول الجماهير قبل الماتش وبين الشوطين، وكل ما يجي جول المصري ينزلوا وحاجات زي كده. فالمساله كلها كانت بتنبئ او بتنذر ان في حاجه هتحصل. فالمفروض انا تصوري ان الامن برضو المفروض ده حس
خس راجل الامن يبقى برضه يعني عنده الحس ان هو يقدر يسيطر على المسألة. وبعدين انا تصوري ان فهيم عمر حكم المباراة كان المفروض يلاحظ هذه المسألة، مسألة البلاد اللي موجود دوت، ويقدر يحكم المسألة. كان ممكن يلغي المباراة، لان انا كنت برضه بعمل ماتش الاهلي وغزل المحله اللي كان من حوالي شهر ونص، اللي هو حصل فيه برضه اللي حصل فيه وانا كنت برضه على الهوا. وبعدين الحكم لما لغى المباراة وانا فضلت موجود على الهوا، وكان مراقب المباراة رايح جاي وبتاع، وبعدين لعيبه المحله نزلت وكل ده. وانا طبعا انا بعت المساعد بتاعي عشان يسال الوضع ايه، هل الماتش هيستكمل. اتريه هو كان يعني عمل خطه ان هو اللي انا عرفته بعد كده ان مراقب المباراه بيعمل هذه المساله عشان يهدي الناس والناس تطلع وحاجات زي كده، هو السلام ويطلع بالماتش بره الامان. وده حصل فعلا.